قنوات على اليوتيوب شغاله برسومات ستيك مان وبتحقق حرفيا الاف الدولارات من فيديوهات شكلها كده، وقنوات تانية بتعمل ملايين المشاهدات بشخصيات مرسومه بخطين بس. في الفيديو ده هعرفك ازاي تعمل فيديوهات ستيك مان احترافيه جدا، زي الفيديوهات اللي انت بتشوفها على اليوتيوب من الصفر لحد ما تنشر اول فيديو ليه، من بقى بدايه عمل سكريبت لحد تحويل الكلام لصور وتحويل الصور لفيديو بالذكاء الاصطناعي، وكمان عمل الصوت بالذكاء الاصطناعي، وكل ده مجانا. وقبل ما نبدا نعمل اول فيديو، اهم حاجه لازم تختارها صح هي نوع المحتوى. والميزه بقى في ستيك مان انه مش بس مقتصر على نوع واحد بس من المحتوى، بالعكس انت تقدر تعمل من خلاله اكتر من 10 مجالات، زي مثلا المحتوى التاريخي زي قصص وحروب، وكمان المحتوى الديني، والمحتوى قصص الرعب، والمحتوى التحفيزي. كل المحتويات اللي انت شايفها قدامك دي يعني حرفيا تقدر تعمل اي فكره في دماغك بنفس الستايل ده. طيب ليه المحتوى ده بالذات بيكسر الدنيا وبيعمل مشاهدات عاليه؟ لانه سهل يتعمل، سريع التنفيذ، ومش محتاج كمان مهارات للرسم، وبيعتمد على القصه اكتر من الشكل. عشان كده الناس بتركز لاخر الفيديو، وده السبب اللي بيخلي الفيديوهات دي بتجيب ريتنشن عالي جدا، وده اهم سبب للانتشار. دلوقتي بقى نبدا اول خطوه وهي اختيار المحتوى، وانت بقى ودماغك. يعني انا بالنسبه لي صراحه قررت ان اختار المحتوى التاريخي. اول حاجه بقى هي عمل البرومتات، ودي اكبر غلطه الناس بتقع فيها، لانها للاسف بتكتب برومتات عشوائيه، عشان كده بتخلي الصور اللي بتتعمل بتبقى مش متناسقه ولا حتى كمان شبه بعض. عشان كده بقى بدات الاول اكتب برومت فيه بقى وصف الشخصيه، وكمان الحاله بتاعتها حزينه ولا مثلا بيحارب، وكمان الستايل والخلفيه وزوايا الكاميرا. فدخلت اولا على شات جي بي تي عشان اقول له الفكره كلها. يعني مثلا انا دلوقتي عاوز اعمل اي قصه تاريخيه عن شخصيه معينه بستايل ستيك مان، فبدات الاول اقول لشات جي بي تي هات لي افضل 10 شخصيات تاريخيه انتصرت في جميع المعارك. ولما شفت كل الشخصيات قررت ان انا اختار الشخصيه دي، وهي دي سيدنا خالد ابن الوليد رضي الله عنه. وكتبت بعدها بقى اعمل قصه احترافيه كامله عن شخصيه خالد ابن الوليد بستايل ستيك مان، وخلي شكل الشخصيه الاساسيه مميزه عن الباقي، واعمل ليها وصف شخصيه معين بستايل ستيك مان، ووصف بقى الحاله الخاصه بكل مشهد سواء حزين او بيستريح او حتى كمان بيحارب، واعمل لكل جزء مشاهد خاصه بيه وبزوايا كاميرا مختلفه، وعاوز البرومتات بالتفصيل. دلوقتي بقى نبدا الخطوه المهمه، وهي تصميم الشخصيات وكمان المشاهد. وهستخدم مواقع مجانيه زي اولا ويسك اي اي واف اكس وكمان جيميناي. بس الاول ما تنساش اللايك والاشتراك عشان نوصل ل 100,000 مشترك في اقرب وقت. والفكره هنا ان اعمل صور ستيك مان بنفس الستايل عشان الفيديو يكون متناسق. وقبل ما اخش على المواقع كان لازم الاول اشغل في بي ان، لان موقع اف اكس بالذات ما بيشتغلش الا بالفي بي ان. فدخلت على جوجل وكتبت في بي ان، وبعد كده دخلت على الموقع ده وربطته بجوجل وظهر فوق على اليمين، وبعد كده شغلته عادي بدون اي مشكله. ولما دخلت على اف اكس اشتغل معايا. بس الاول قررت ان اجرب كل المواقع دي واشوف ايه احسن واحد فيهم. فبدات الاول بموقع ويسك اي اي، وخدت برومت اول مشهد وحطيته في ويسك اي اي، وكانت دي النتيجه. لكن عشان اقدر اخلي كل الصور بنفس الستايل فضغطت هنا وقفلت القفل ده، عشان بعد كده اي صور تيجي تكون بنفس الستايل تماما، وحطيت البرومت الخاص بالمشهد اللي بعده، وكانت دي النتيجه. فبدات بقى ان اعمل كل الصور الخاصه بالمشاهد وحطيتها في فولدر جاهز اسمه ويسك اي اي ستوري. لكن برضه قررت اجرب الموقع الثاني عشان اشوف النتيجه. فدخلت على موقع اف اكس وبدات احط اول مشهد، وكانت دي النتيجه الخاصه بيه، وحطيت البرومت اللي بعده وكانت برضه دي النتيجه. وممكن حد يسالني ويقول لي مثلا طب ممكن الصوره تطلع وحشه في مره، فهقول لك ان كده كده الموقع مجاني، فتقدر تجربه اكتر من مره لحد ما تطلع النتيجه اللي انت راضي عنها. اما بقى موقع جيميناي فكان حرفيا احسن واحد فيهم، لانه بيقدر يخلي كل الصور بنفس الستايل تماما وبدون اي مشكله. فدخلت على موقع جيميناي وضغطت على انشاء الصور، وحطيت اول برومت وكانت دي النتيجه. ولما بقى حطيت البرومت اللي بعده كانت دي النتيجه الخاصه بالصوره اللي بعدها، وحرفيا نفس الستايل بالظبط. فقررت ان اكمل في جيميناي واحمل كل الصور، وحرفيا بعد ما خلصتها حطيتها في فولدر جاهز وسميته جيميناي اي اي ستوري. المهم بكده اكون عملت كل الصور الخاصه بالذكاء الاصطناعي، لكن نسيت اهم حاجه وهي الكلام اللي هيتقال في الفيديو. فدخلت على شات جي بي تي عشان اشوف الكلام اللي هيتقال، ولو ما لقيتوش فهكتب بعد كده اعمل سكريبت القصه بالكامل اللي هيتقال في الفيديو. وبعد ما عملت الكلام واول سكريبت بدات بقى اني احول الكلام لصوت بالذكاء الاصطناعي. وافضل موقعين بيحولوا الكلام لصوت بالذكاء الاصطناعي مجانا هم 11 لابس وكمان جوجل اي اي ستوديو. فقررت ان اجرب الاثنين واشوف ايه احسن واحد فيهم. فدخلت اولا على 11 لابس، وبعد كده بدات اني اختار صوت عشوائي، فاخترت الصوت ده، وبعد كده بدات احط الكلام. لكن هنا بقى في تريكايه مش اي حد يعرفها، هو انك عشان تقدر تخلي الصوت احترافي جدا وواقعي ما تحطش السكريبت كله مره واحده، عشان بيحصل مشاكل وبتلاقي الصوت تقريبا كانه انسان آلي. فبدات اعمل نص الكلام وبعد كده احمله واعمل نص الكلام اللي بعده، وكانت دي النتيجه. رجل دخل اكثر من 100 معركه ولم يهزم ولا مره. رجل حارب الاسلام ثم اصبح سيفه الاقوى، اسمه خالد بن الوليد. اما بقى جوجل ستوديو فحرفيا احسن من 11 لابس بكتير. فالمهم دخلت على جوجل اي اي ستوديو وضغطت هنا، واخترت الاول كلمه اوديو، وبعد كده نزلت شويه واخترت جيميناي 2.5 فلاش. ولما ضغطت عليها ضغطت على سنجل سبيكر واخترت صوت عشوائي وحطيت السكريبت الخاص بالقصه، وكانت دي النتيجه. رجل لم يهزم في اي معركه، واجه الموت مئات المرات، لكن في النهايه لم يمت في ساحه القتال. وبكده بقى اكون عملت السكريبت، حولت الكلام لصور، وكمان عملت صوت بالذكاء الاصطناعي. نخش
ونخش بقى على اهم خطوه وهي تحويل الصور لفيديو، واعرفك الطريقه مجانا. بس الاول ما تنساش اللايك والاشتراك عشان نوصل ل 100,000 مشترك في اقرب وقت. وانا بالنسبه لي هستخدم اداه من جوجل اسمها اوبال، ودي تخليني اقدر اعمل فيديوهات بالذكاء الاصطناعي وكمان اعمل صور بالذكاء الاصطناعي مجانا، وكمان اقدر استعمل فيو 3 بدون علامه مائيه. بس بقى في مشكله واحده وهي ان اغلب الناس ما بتعرفش تستعمل الموقع ده لانه صعب شويه، لانك انت بتعمل حرفيا تطبيق من الصفر يقدر يخليك تحول الكلام لصور او صور لفيديوهات. فالمهم دخلت على موقع اوبال والرابط هتلاقيه في الوصف، وعملت تسجيل دخول بايميل جوجل. ولما دخلت على الموقع هتلاقي في حاجات موجوده تحت جاهزه حرفيا او تطبيقات جاهزه، لكن احنا مش عايزين كل التطبيقات دي لان احنا هنعمل تطبيق جاهز من الصفر. وبعد كده دلوقتي انت المفروض انك تبدا تحط البرومبت بالتفصيل عشان تعمل التطبيق اللي يخليك تقدر تحول الكلام لصور او صور لفيديوهات. فلما تحط الصوره تمشي على كل المراحل اللي موجوده قدامك دي، وبكده الفيديو يتعمل بطريقه سهله جدا. وانا عارف ان الموضوع هيكون صعب جدا معاك، عشان كده قررت اني اجهز برومبت كامل بالتفصيل تقدر انك تاخده نسخ بس وتحطه في نفس المكان هنا وتعمل اوكي. ولما تعمل اوكي هيجي لك بس كل التطبيق جاهز ويتعمل تلقائي في خلال دقيقه بالظبط. وحرفيا لما ابدا بقى احط اي صوره ولا حاجه ابدا اخش بالترتيب، بحيث ان احط الصوره وبعد كده لما اعمل اخش في الخطوه اللي بعدها ابدا اختار مده الفيديو من 4 ثواني او 8 ثواني، او اخلي الفيديو بالذكاء الاصطناعي يوصل ل 12 ثانيه. اضغط مثلا 8 ثواني، اضغط اوكي واحط البرومبت الخاص بالفيديو، وهيفضل يمشي على كل المراحل اللي قدامك دي، وفي الاخر هيبدا يعمل لي الفيديو ويظهر قدامك زي ما انت شايف كده. فبعد كده بقى بدات ان احط كل الصور اللي انا عملتها وابدا احولها لفيديو، والموضوع حرفيا كان سهل جدا وما خدش مني تقريبا يمكن ساعه. بدات بقى ان اخش على اهم خطوه الا وهي بقى المونتاج. فدخلت على كاب كات وبعد كده بدات احط كل الفيديوهات بالترتيب، وحطيت الصوت بالذكاء الاصطناعي اللي انا عملته من جوجل اي ستوديو، وفي الاخر عملت اكسبورت وكانت دي النتيجه الخاصه بالفيديو. تخيل رجل دخل أكثر من 100 معركة ولم يهزم ولا مرة. والسر الحقيقي عشان الفيديوهات تعمل مشاهدات عاليه جدا زي باقي الناس مش في الادوات اللي انت بتستعملها، السر في الفكره نفسها والتنفيذ. ساعتها فعلا هتلاقي ان الفيديوهات بتجيب مشاهده عاليه لوحدها، وكل البرومتات اللي انا استعملتها هتلاقيها في ملف جاهز في الوصف. بس خلي بالك في بقى حاجه مهمه جدا، شايف كل اللي انا عملته واللي انا شرحته ده مش هيكون ليه اي لازمه لو انت ما استمرتش عليه. فشكرا على المشاهده، وما تنساش اللايك والاشتراك، ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وسلام.